يسعد أوقاتكم يا رب. بسوي معاكم ورق عنب بطريقة جدا سهلة ولذيذة، جربوها، مرة ناطع ولذيذ. وباقي حشوة الورق عنب حشيت فيها الباذنجان، صراحة طعمه ورق عنب ومرة لذيذ. جربوا هذا النوع من الباذنجان. أول شي نحط قدر على النار ونضيف عليه كاسة زيت زيتون. بعدين أضفت عليه تقريبا حبتين بصل كبار وقطعتهم بهذا الشكل، وأضفت ملعقتين معجون طماطم ونحركهم حتى تتسبك معانا شوي، دقيقة تقريبا. بعدين أضفت عليهم تقريبا 5 حبات طماطم كبار، قطعتهم مربعات ونحرك حتى يذبل معانا شوي. بعدين أضفت عليهم رشة ملح، مكعبين ماجي، ونحرك حتى يذوب معانا. وأضفت ملعقتين كبار سكر ونحرك. بعدين أضفت تقريبا 5 أكواب رز مصري منقوع صفيته. أضفت كوب عصير ليمون وكوب إلا ربع دبس رمان ورشة نعناع ناشف، ونحركهم تقريبا دقيقتين على النار ونطفي على الحشوة. وبس تبرد شوي نضيف عليها بقدونس مقطع. كذا صارت جاهزة للحشوة. نحشي ونلف الورق عنب بهذا الشكل. باقي الحشوة حشيت فيها الباذنجان البنفسجي، هذا شكله. نجهز الصوص اللي راح نحطه عليهم. هنا نقعت تمر هندي بماء مغلي وبعدين صفيته، وبعدين أضفت عليه شوية دبس رمان وشوية زيت زيتون وملح. ما أضفت ليمون لأنه التمر الهندي حامض. وكذا أضفته على الورق عنب، وباقي الصوص أضفته على الباذنجان. طبعا الباذنجان ما حطيته بقدر الضغط، على طول يستوي بقدر لحال. وبكذا صار جاهز معانا وبالعافية.